المنتخب المصري بيخرج من السنغال في نص نهائي أفريقيا. تالت مرة. تالت مرة السنغال انت عقدتك مش عارف تعديها، تاخد منك نهائي وتطلعك من كاس عالم، وكمان تكسبك نص نهائي اللي بعدها. يعني انا مش فاهم ايه فكرة ان السنغال بتعمل كده، او هل احنا عندنا المدربين او المنتخب عموما بيخاف من اسم السنغال. السنغال بقى ليك منتخب عامل لك عقدة، منتخب مرعب. ده انت لعبت المغرب في حين ان المغرب كانت ممتازة. وقت ما لعبتها انت كسبت المغرب، عرفت تمشي الماتش. كنت بتدافع وركن الاتوبيس وبتلعب على التحولات والكلام ده كله، وربنا وفقك وتزجيت مع المغرب. تمام. طيب انا بكلمك في البطولة اللي فاتت، لكن انا بتكلم دلوقتي في نقطة. يعني ليه السنغال قوية كده؟ ليه السنغال كعبها عالي كده؟ لعيبة محترفين، كورة ملعوبة، جمل مفهومة. المصريين رجالة، دفعنا ولعيبة رجالة وعلى قدر المسؤولية، وقدرنا نعمل يعني اللي في إمكان اللعيبة اللي هي تقدر تعمله. انت بس ما تقارن. يعني طبعا انت الصراحه لما طلع اتكلم على حته ان احنا عندنا اتنين محترفين وربع وهزار، هو الراجل اللي كان عنده حق. تبص المنتخب ده فيه كام محترف بره؟ يعني انا لما فتحت شفت التشكيله، انا بتهيألي ما فيش حد منهم في السنغال. لا، كلهم محترفين اوروبا. لعيبه محتكه بالاجواء الاوروبيه، لعيبه عارفه تلعب كوره حلوه. انت عندك مين؟ صلاح ومرموش قدام، مفيش. ابيض مستني ان الكرة تطلع له من ورا لقدام عشان هو يعرف يزيد قدام ولا يعمل اي حاجة. مفيش خالص، ما عندناش. على رأي ابراهيم فايق ما عندناش خالص. حسام حسن، انت مستني ايه؟ يعني انت بتلعب والله صح صح. انا زي ما قلت مفيش ولا تكتيك ولا جملة ولا اي حاجة بتحاول تتنفس خالص. اركن الاتوبيس العب على التحولات، اركن الاتوبيس العب على التحولات. كام مدرب عدى على منتخب مصر وبيلعب بنفس الاسلوب ده؟ طب المدربين اللي بتعدي على منتخب مصر بتشوف ايه في امكانيات اللعيبه؟ يمكن اصدق تصريح انا سمعته لما كارلوس كروش قال لك لعيبه منتخب مصر فاقده اساسيات كره القدم اللي هي الباصه. مش عارفين نباصي. بص على منظر الباصه بتاع المنتخب. لا، باصات لعيبه مش متمالكه، باصات لعيبه مش متمكنه، باصات لعيبه مهزوزه، مفيش ثقه. ليه مش احسن مننا في حاجه؟ انت بتلعب بروح، بتلعب برجوله فوق راسي وفوق راسنا كلنا، وقدمت بطولة يعني ما كانش حد يتوقع ان مصر توصل نص نهائي اساسا. بس السنغال، شفت انت لما ضغطت السنغال في الاخر شوف حصل ايه؟ شوف انت عملت ايه؟ قدرت ان انت تحشرهم في نص ملعبهم، هم بيجوا هم اللي بيلعبوا على التحولات لان انت اللي ضاغط. بيجينا بندي فرص للمنتخبات ده بنين دخلت معاها اكسترا تايم، في حين انت كان ممكن بنين ده تخلص الماتش من الاول خالص في ال 90 دقيقة ومن الشوط الاول كمان. تحس منتخب مصر فقد هويته في حته ان انا كعبي عالي على كل المنتخبات دي. بجينا بنقولها كلام بس، لكن في ارض الملعب مفيش. انت بنين نازل لها كنت عامل لها حساب، ولولا ما ساتر ربنا عدت وخلاص، وقدرنا في اكسترا تايم نكسبها. بس جاي ليه كوديفوار؟ ده انت في ماتش كوديفوار لعبت احسن. يعني كوت ديفوار اللعيبه كانت بتعتمد على السرعه، انت عندك السنغال سرعه ومهاره معاك ولعيبه عالميه. بس انت كنت قادر تحشرهم، قادر تزنق، قادر اللي انت عملته في اخر 10 دقايق في الماتش ده انت كنت قادر تعمله من اول الماتش. يا سيدي من اول الشوط الثاني. يا حسام يا حسن، انت خفت لاقي ان ايه، انا خايف اروح ساحب حد من المدافعين او ساحب حد من خط النص، اروح منزل مهاجم عشان ابتدي اعمل التحولات الهجوميه وتبقى منظمه اكتر، والاقي في زياده عدديه في الهجوم. تمام. وفي الاخر ايه؟ اتضرب ورا في الدفاع. انت بصيت للدفاع، ما بصيتش ان انت مش عارف تطلع بالكوره اصلا من نص ملعبك. مصر مش عارفه تطلع بالكوره من نص ملعبها. طب وده نتيجته ايه؟ ما الرجاله صامده 90 دقيقه، مش هتفضل 90 دقيقه صامده. انت بص الرجاله صامده كام ماتش، واقفه على رجلها كام ماتش. طبيعي انت هيحصل لك زي حاله من عدم التركيز، حاله من اللخبطه، عدم الترتيب في المنطقه الدفاعيه.
شوف ايه حصل لك، اتضربت بجون يعني الشناوي نفسه ما فردش ايده، ده ما عارفين الشناوي ما بيفردش، فين وفين بيفرد ايده. بس شوف حصل ايه، بص حصل ايه. كورة انت مش متوقعها، كورة تضرب في المدافع ترجع لماني تخش بكل عزمه ارضية، راح صاروخ. كورة حلوة. بس ليه نوصل لكده؟ ده انت لولا ما لبست الجول، لما ابتديت تفوق وتتحرك، لا نزل مهاجمين وفضلت تكون قدام زيزو ومصطفى محمد، وبعدين منزل صلاح محسن. طب كنت مستني ايه يا ابن الناس؟ ما كان من الاول، ده كان من الدقيقة 60، من الدقيقة 70 يا سيدي، بس كنت بدري خلص ده بدري. مش لسه انا لما استنى لما اتضرب بجون عشان ابتدي افوق؟ طب ما الوقت زنق معاك، انت مش عارف تعمل حاجة. يعني ايه منتخب مصر اول فرصة ليه، اول تسديدة ليه في الدقيقة 95؟ على رأي علي محمد علي بيقول لك لا، ادوارد مندي كان ضيف النهارده، ضيف الماتش، ضيف ما تشافش، جاي ضيف زيارة ومشي. ليه نوصل لكده؟ اول تسديدة للمنتخب في الدقيقة 95، ده عار، ده عار. بس للاسف احنا بقى هنقول ايه؟ ما هي دي امكانيات الكوره في مصر، هي دي امكانيات الكوره في مصر. كل مدرب بيجي هو بيدافع، بس بيدافع، مش شايف اي شكل هجومي للمنتخب. ما تفهمش هل اللعيبه اللي في خط الهجوم هم مش على قدر ان هم يعرفوا بيهاجموا، ولا المدربين اللي بتيجي عموما حسام حسن او غيره هو بالنسبه له ولا تكتيك ولا نيله، اللي يعرف يعمل حاجه يعملها. اركن الاتوبيس ورا والعب على المرتدات. احنا ايه ده؟ احنا ليه كام مدرب عدى على المنتخب واحنا بنفس الاسلوب ده؟ امتى هنشوف مصر زي حسن شحاته، زي جيل حسن شحاته؟ جيل انت كنت بتدافع وبتهاجم، بتدافع وبتهاجم، كان في كوره متوازنه، كان ماتش مصر الصغير ماتش ممل جدا. ماتش كله من طرف واحد. السنغال بس هي اللي ضغطاك، السنغال بس هي اللي بتعمل عليك عرضيات، بتشوط عليك، بتعمل عليك ركنيات، بتقسم عليك، بتباصي، في كام جمله حلوين عملتهم السنغال. انت عملت ايه؟ ولا اي حاجه. انا بس ما الا بس ان انا رد فعل الكره، اعمل زياده عدديه في المنطقه، اروح كابس على اللعيب اللي معاه الكوره، اقطع منه الكوره، اروح ايه، اطفش قدام. وانت ونصيبك بقى يا صلاح، انت ومرموش لحقتوها ما لحقتوهاش، خلاص مش مشكله عادي. مش عايز اتكلم على لعيبه بعينهم يعني، عشان صلاح زي الزفت وكذا حد زي الزفت، مش هتكلم على لعيبه بعينها. بس ليه نوصل لكده؟ ملهاش اي لازمه خالص. على العموم هارد لك المنتخب المصري، يعني الواحد عنده كلام كتير، بس فكرة انه يفنط افكاره ويرتبها ويطلع الكلام بشكل صحيح يمكن تكون مش موجود دلوقتي يعني. بس هارد لك المنتخب المصري، و... ونأمل ان يكون في مشروع يتحط للكورة في مصر، يطلع لك مواهب بفكر بتكتيك بهوية، لان منتخب مصر فقد هويته تماما.